السلام عليكم، عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا مليح ومهنيين. اليوم ان شاء الله حنشارك معكم وصفه تقليديه اللي هي الطمينه، اللي معروفه بزاف عند الجزائريين. بسم الله. انا خديت هاد الشيشه، نتوما تقدروا تروحوا تشرو عند هذاك اللي يبيع الشيشه تاع الميزان، اللي يبيع تاع قلب اللوز، تقولوا له اعطيني الشيشه تاع الطمينه بالميزان. هاي اللي كيفاش دايره. دونك انا هنايا حنحمص نص كيلو ومن بعد نزيد نص كيلو واحد اخر. ناخذ هنا طاجين ولا مقله تكون ثقيله، انا استعملت هاد الطاجين. نحمصها على نار هاديه، نقص النار مليح ونخليها تتحمص بعقلها، ونبقى نحرك فيها ما نخليهاش تحرق لي. كيفاش نعرف باللي راهي طابت لي؟ نديرها بين دروسي، كي تلقايها طرطقت لكم عرفوا باللي الشيشه تاعكم راهي واجده. بعد ما كملت الشيشه نروح نوجدو، ولا حطيت هنايا شويه جلجله حمصته ورحيته. هاي لك الشيشه كيفاش تحصلنا عليها تجيكم هكذا. هنا عندي كيلة ليدام اللي هي كيلة زبدة دايبة، كيلة عسل، وكيلة ونص تاع الشيشة. عندي 2 مغارف جلجلة محمصين، قرفة، قرصة ملح، مغرفة كبيرة تاع مزهر، عندي الحرور تاع الطمينة، وهنا تزيين اختياري وحلوة الترك. نفرغ هذيك الكيلة تاع الزبدة ونزيدو كيلة تاع العسل، هما في زوج راهم دافيين، وقرصة تاع الملح، ونزيد قرصة تاع القرفة، ونزيد على راس مغرفة ولا 2 مغارف كبار تاع جلجلة محمصين ومرحيين، ونزيد على راس مغرفة الحرور تحبوا ديروهم تحبوا لا الحرور تاع الطمينة البنات. وضفت مغرفة كبيرة تاع المزهر وشوية تاع حلوة الترك. هنا خديت حوالي مغرفة كبيرة تاع حلوة الترك، ونخلط كامل المقادير. هنا شوفوا البنات، ما كنتش حندير كامل هاد الخليط، ومن بعد قلت خليني ندير صافي، ما تديليش كيلو ونص تاع شيشه، تديلي حطيت كاس الاول ونضيف كاس الثاني، هاولي كاس الثاني وكاس الثالث، نبقى هكا نخلط ونضيف كاس الرابع. الكاس الرابع ضيفيه بشويه. انا درت لي 4 كيلات تاع شيشه في كيلة تاع ليدام وكيلة عسل. هنا راح نديرو في طبسي اللي تحبوا تزينوا به نتوما طمينه. انا درت هاد السنيوه ودرت شويه طباصه. شوفوا كيفاش تمشي كامل هذيك الطمينه. وهنا تزيين اختياري، طمينه وحدها ديالكم ديسه، انا نفضلها غير بالقرفه، لكن كي يوتيوب بديت نزين فيها هكا. هنا درت وردات ودرت شويه بيستاش، شويه حلوه الترك، وشويه مكسرات. هنا تزيين اختياري كيما حبيتو زينه. هنا هذا الطبسي الثاني درتو هكا على شكل زهره. هنا نعطيلكم زعما امثله كيفاش ديروه. هي طمينه وحدها دير لكم ديكور، وهنا حنديرها سامب كيما تاع زمان، حنديرها غير بقرفه وحبه دراجي كيما كانوا يديروها مالينا بكري. انا نفضلها هكذا. هاي ليك، هذه هي وصفتنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وصفه سهله بزاف. هاي ليك، انا هذاك الطبسيل الابيض درتو للروضه. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها. يعطيكم صحه مولودكم بسلامه. سلام عليكم.